سلام بنات، كثيرين بخير. نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نشارك معكم حلوه ديال التمر، كتجي رائعه وكتجي زوينه كتذوب في الفم. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده تكون من نوع حيواني. عندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال المزهر، كاس لاروب ديال السكر كراسي. هنا عندي دقيق يكون خاص بالحلويات. هنا عندي 2 معالق ديال الخل. الدور ديال الخل هو كيهشش لينا الحلوه مزيان كتجي زوينه. هنا رشيشه ديال الملح. بالنسبه للخميره ديال الحلوه ما تستعملوهاش في هاد الحلوه ديال التمر، كتخسرها. هنا غنديرو كاس لاروب حيت مازال غنديرو فندق في السكر والتمر غيكون حلو. باش تجي زوينه هاد الحلوه. ومقادير ساهله، ما كتطلبش شي حاجه كثيره. هنا الدقيق كيبقى على حسب الخليط وعلى حسب النوع ديال الدقيق. هنا راه من الاحسن ديروا الزبده تكون من نوع حيواني، حيت الا درتو مارغرين ما كتجيش زوينه في هاد الحلوه. تتبغي الزبده تكون نوعيه مزيانه. هنا من بعد ما نسجم السكر والزبده درت الزيت، نحاول نخلطهم شويه. نضيف نص كاس ديال المزهر. دابا نضيف الدقيق. هنا نضيف 2 معالق ديال الخل. الدور ديالو هو كيهششها، كيعطيها واحد الهشاشه مزيان، كتكون رطبه بزاف كتذوب في الفم. قد ما بغيتو الحلوه ديال التمر تجيكم رطبه قد ما ديروا تقدروا تضيفوا. الا كنتو مضاعفين الكميه تقدروا تضيفوا حتى 4 المعالق. انا هنا ضفت 2 معالق كبار، وراه ما تيجيش باين ولا شي حاجه في الحلوه، ولكن تيعطي واحد الهشاشه زوينه. هنا كما شفتوا هنا هزات ليا 800 غرام ديال الدقيق، وكتجي على هذا الشكل. خاصها تكون رطبه ما تكونش قاصحه. هنا خديت تمر عادي ديال الدار، حيدت ليه العظام وبخرته وطحنته. ضفت معاه رشيشه، سمحوا لي تقطع لي الفيديو، ضفت معاه رشيشه ديال راس معلقه ديال القرنفل، وراس معلقه ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال الزبده هي تكون نوعيه مزيانه، وشويه ديال المزهر على حسب حتى يولي رطب التمر. ما تكتروش المزهر، عندكم ميزانكم. انا من بعد ما كورت العجينه كامله اللي عندي، دابا ندوز نفسها غنكورها بالتمر. وضفت ليه شويه ديال الزنجلان، ممكن تضيفوا اللوز مهرمش. من بعد ما كملت التمر وكملت الحلوى، هنا عندي هاد المول، هاد الطابع ديال المعمول.
ضروري نستعملو شويه ديال الدقيق. انا كما تشوفوا كنديروا التمر الوسط، كنحاولوا نغطيوه بالعجين ابيض بهذا الشكل. انا كما شفتوا راه تجي غزاله ما شاء الله. هنا غنكمل كل شيء ونرجع معكم. من بعد ما شكلت الكويرات كاملين، دابا غندوز غير ندير الرشمه ونديرو في اللاطه. حاولوا المرش ملي نديروه في الدقيق نسوسوه. هادشي كيكونوا فيه كاين اللي فيه 6 رشمات، كاين اللي فيه 4، ممكن تشكلوا كما بغيتو. من بعد ما كملت اللاطه الاولى هي هذه كما تشوفوا. هنا اللاطه الثانيه. دابا دخلت اللاطه الاولى الفران سخنته. خليكم معايا حتى الشكل النهائي. هنا من بعد ما طابت الحلوى كما شفتوا ما نخليوهاش طيب بزاف ونقصوا عليها الفران، نخليوها غير تذهب تولي اللون ديالها صفر ونخرجوها. كتبغيش تكون حمراء هاد الحلوى. هنا خديت سكر كلاصي. سكر كلاصي حتى هو يكون نوعيه مزيانه كما تشوفوا. نحاول ندير لها سكر كلاصي كامله. وهنا الشكل النهائي من بعد ما زينت الحلوى ديالي كامله. راح تجي رائعه ما شاء الله. النار كتعطي تبارك الله، كتعطي كميه كثيره. 56 حبه اللي تعطي وكتجي رائعه ما شاء الله. نتوما كما شفتوا نحليت معكم وحده تجي رطبه ما شاء الله كتذوب في الفم. ونتمنى اخواتاتي تعجبكم. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساوش اللايك وبارطاج. شكرا لكم بزاف. كما شفتوا رتبتي رائعه. نتمنى اخواتاتي تعجبكم. لا عجبكم لا فيديو ما تنساوش اللايك وبارطاج.
شكرا لكم بزاف، وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة.